واخيرا وبعد طول انتظار الفرشة وصلت. هلوز، عذرا على هذا المنظر البشع. علشان يبان الفرق على اصوله قسمت شعري جزئين. الجزء ده هعمله بالطريقة العادية خالص بتاعتي، بلي 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 بلي، نقطتين كريم. هاخد بقى شعرايه وهعمل لها فينجر كوين. النص الشمال ده كله عملته بنفس الطريقة دي بالظبط. فالطريقة دي بتاخد معايا وقت طويل جدا، ويعتبر دي الطريقة الوحيدة اللي بتخلي شعري بيرفكت وبتخليه قاعد لحد اخر الاسبوع، لان انا مش بعرف ان انا اعمله ستايلنج غير مرة واحدة في الاسبوع وهي يوم الجمعة. وكل الفرش اللي نزلت في السوق ما نفعتش معايا بالجنيه، فما باليد حيلة بضطر استخدم الحيلة الطويلة. كده الجنب ده كله خلص وده شكله قبل ما ينشف. نخش بقى على الجانب التاني. هنا وانا بحط الكريم قسمت خصل كبيرة شوية، انما هنا هقسم خصل صغننة خالص. مبدئيا شكل الفرشة من بعيد تحسها فرشة عادية من جوه، انما لو دققت كده هتلاقي فيه زي شعيرات صغيرة في البتاع البلاستيكة الموف دي. مش عارفة باين عندك ولا لأ، بس اتمنى يكون باين. يعني ربنا يطرح فيك البركة يا بركة. هناخد كده اهو كده اهو كده اهو. ايه الاخبار؟ حلو شغال. نخش على الخصلة اللي بعدها. المشكلة ان انا بصور بالكاميرا الخلفية، فالمراية قدامي مش شايفة اي حاجة، وباينة ان انا حولة في الكاميرا بجد. بنطور من التصوير والجودة، معلش. مش شايفه اي حاجه. طب بصي، هخلص الحته اللي ورا واوريكي تاني من قدام. قشطه. اخر حته وهي القصه. بجد لو نفعت دي منجزه بطريقه. انا خلصت نص شعري ده في نص الوقت اللي انا باخده في العادي. يعني انا لو باخد في النص ده مثلا نص ساعه، خدته في ربع ساعه او اقل كمان. المفروض ان انت تدخلي الفرشه دي من جوه وتشدي وانت عامله كده. اخر خصله. ده كده النص اللي عملته بالفرشة دي، وده النص اللي عملته فينجر كويني. هقف كده قدام المروحة لحد ما ينشف، والنتيجة النهائية هي اللي هتحسم القرار. عشان هو مبلول حاسة ان ده ديفايند اكتر من ده اهو. ده على حسب ما انا شايفة، يعني انا بعيد عنك مش شايفة حاجة دلوقتي خالص. بعد ما شعري نشف هنجيب بس اي سيرم نفك الكاست بتاعت شعري. انا بحب افك شعري كده وما بحبش افك شعري غير كده. عشان كده لما باجي اعمل خصل بعملها صغننه قوي، عشان دي الطريقه الوحيده اللي بتديني فوليوم حلو. يا خرابي يا جدعان، بصور هني. ايه السواد ده؟ هوبا. هو انا حاسه ان الفوليوم هنا اكتر، بس الديفينيشن هنا احلى. بس بالنسبه ان انا اصلا شعري ما بيتعاملش مع فرش، فالفرشه دي جامده جدا وهتنفعني لو انا مستعجله او مش قادره او مش طايقه نفسي. ابروفد. انتي من وجهه نظرك انهي يما احلى؟ باي.